السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن فيديو مهم جدا. في حاجات في علم النفس لو انت فهمتها او قدرتها بمعنى اصح هتفهم حياتك اكتر وهتفهم اللي حواليك. النهارده هنتكلم عن 5 اسرار قوية هتغير طريقة تفكيرك. رقم 1، قانون ال21 يوم. لو انت مثلا عايز تدمن حاجة، اي حاجة عايز يعني عادة عايز تعملها على طول، بتحبها وعايز تعملها على طول، بس في حاجات تشغلك او حاجات يعني بتخليك متعملهاش. جرب العادة دي تعملها لمدة 21 يوم وهتثبت معاك. لازم تعملها لمدة 21 متواصلة عشان تحس انك اتعودت عليها خلاص. تاني حاجة، افكت الميرور او تأثير المراية عليك. الناس بتعاملك بنفس الطريقة اللي انت بتعامل بيها نفسك. مثلا لو انت واثق في نفسك الناس هتحترمك جدا. طب لو انت ضعيف الناس هتشوفك كده برضه. تالت حاجة، قاعدة ال90 ثانية. لو اي افكار سلبية طورت معاك او يعني عدت ال3 دقايق، فانت عشان فضلت تفكر فيها، فما تفكرش في اي حاجة تحبطك. لازم تعدي الموضوع، تموف اون عنه، تبعد عنه، ما تفكرش عليه بمعنى اصح. فكر في حاجات تسعدك، حاجات يعني تخليك مشغول بحاجة تبعدك عن الحاجة اللي زعلتك دي. ما تسمحش للعادات السلبية تأثر عليك. عدة لمدة 90 ثانية، خد نفس عميق وانسى الموضوع. رابع حاجة، قوة الابتسامة. لو انت بصيت لنفسك وابتسمت يومك هيعدي وهتحس ان الناس بتتقبلك اكتر. اكتر حاجة بتأثر على حالتك النفسية هي ابتسامتك، فابتسم حتى لو مش حاسس بالسعادة. ابتسم، تبين لعقلك اللي انت تمام، وده بيحسن المود بتاعك. حاجة تأثير الدوبامين. كل عادة بتديك متعة سريعة زي السوشيال ميديا، تسرق منك حاجات، يعني تسرق منك الوقت وتسرق منك الحماس. برضو الحاجات أهم. حاول تبعد من الحاجات اللي بتديلك متعة لحظية أو متعة لمدة وقت معين، ابعد عنها واشتغل على حاجات تديلك يعني تأثير لمدة أطول، يعني مدة طويلة الأمد. لو فهمت الأسرار دي هتقدر تتحكم في حياتك وتقدر تتحكم في كل شبر صغير في حياتك كلها. قول لنا في الكومنتات ايه أكتر نقطة عجبتك. وبس، سلام.